السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من قصص ميز. أولا حابب أشكركم عن كل الدعم اللي قدمتوه للبودكاست في الفترة اللي فاتت دي، وحابب أقول لكم إني قريت كل تعليقاتكم على كل منصات اللي عليها البودكاست، وواضح إن في مجموعة من الناس مش عاجبها الموسيقى اللي موجودة في الحلقات، وعلشان كده هنحاول نقلل منها في الفترة الجاية إن شاء الله. ثانيا حابب أقول إن البودكاست بقى متاح دلوقتي على منصة بوديو، فلو حد منكم بيسمع بودكاست على منصة بوديو ما ينساش يعمل فولو للبودكاست هناك. وحابب أفكركم إن الحلقات الجديدة من الموسم ده هتنزل كل يوم خميس الساعة 9 إن شاء الله. ثالثا وأخيرا أتمنى إن الموسم الجديد يعجبكم. قضية النهاردة متعلقة بالحلويات اليابانية وحصلت في الثمانينات. اسم حلقة النهاردة هو الحلوى المميتة. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 18 مارس سنة 1984 كان كاتسوهيسا إيزاكي رئيس شركة الحلويات اليابانية إيزاكي جليكو بيرتاح في بيته اللي موجود في مدينة أوساكا، وفجأة وبدون سابق إنذار 2 مقنعين ومسلحين دخلوا بيته وخطفوه. وفي بقية اليوم ده محدش سمع أي حاجة تاني عن إيزاكي. ولكن في اليوم اللي بعده جت رسالة لشركة جليكو من العصابة اللي خطفت إيزاكي، وكانوا طالبين منهم فدية بقيمة مليار ين ياباني و100 كيلو دهب، واللي بيساوي دلوقتي 10 مليون دولار. وكانت الفدية دي مقابل إن هم يطلقوا سراح إيزاكي. ولكن بعد يومين وقبل ما حد يدفع الفدية إيزاكي قدر يهرب بنفسه. وفي واحدة من الأقوال عن حادثة هروب إيزاكي الدرامية بيقال إن إيزاكي قدر يفك الحبال اللي كان مربوط فيها ويهرب من المستودع اللي كانت العصابة محتجزاه فيه، وكل ده من غير حد من العصابة ما يعرف. ومجرد ما كسر باب المستودع وخرج لقى عاملين في السكة الحديد وطلب منهم إن هم يساعدوه ويتصلوا بالشرطة. وللأسف إيزاكي ما كانش عارف مين اللي خطفه. وعلى الرغم من خطة العصابة فشلت في إن هم ياخدوا فدية من شركة جليكو، إلا إن هم ما استسلموش بسهولة بعدها، وبعتوا رسالة تانية وطالبوا الشركة ب480 ألف دولار، وهددوهم إن هم لو ما دفعلهمش الفلوس فهيسمموا الحلويات اللي الشركة بتنتجها بمادة السيانايد. وعلشان يأكدوا على جدية تهديداتهم ففي نفس اليوم ده مجموعة من الملثمين اقتحموا واحدة من مخازن الشركة وحرقوه. ومع وجود زيادة في عدد الجرائم الشرطة ما كانوش عارفين يحددوا هوية العصابة. في الثمانينات كانت الحالات اللي زي دي نادرة للشرطة اليابانية. وعشان نقدر نتخيل مدى فعالية الشرطة في اليابان في الوقت ده، ففي سنة 1983 قدرت الشرطة إن هم يحلوا 97% من حالات القتل و55% من حالات السرقة اللي موجودة في اليابان، بينما إن في الولايات المتحدة حلوا 73% من جرائم القتل و17% بس من حالات السرقة. وفشل الشرطة في حل قضية جليكو كان ضربة لسمعتهم. واحدة من الصحف اسمها يوميوري نشروا مقال وقالوا فيه إن هما مش فاكرين أي قضية خلت الشرطة تبان أغبية بالشكل ده قبل كده. وللأسف الوضع بالنسبة للشرطة اليابانية كان بيسوء أكتر مع مرور الوقت. والغريب إن أكتر حد كان زعلان بسبب عدم وصول الشرطة لهوية العصابة كانوا العصابة نفسهم. وفي 8 إبريل وصلت للصحافة أول رسالة من ضمن 100 رسالة هتجيلهم خلال السنة ونص اللي بعد كده من العصابة. الرسالة كانت بتستهزأ بالشرطة، وحتى كانوا بيحاولوا يساعدوهم إنهم يعملوا شغلهم. ونص الرسالة كان بيقول: للشرطة الغبية، إيه اللي بتعملوه بكل عدد المحققين دول؟ لو كنتوا محترفين كنتوا قبضتوا علينا، بس بما إنكم بتعانوا من إعاقة عالية فإحنا هنديكوا بعض التلميحات. وبعدين الرسالة بتكمل وبتلغي بعض النظريات اللي الشرطة كانت حطاها بالنسبة للقضية،
زي إن الخطف كان بالتعاون مع حد من جوه الشركة، أو إن أصحاب المخزن اللي إيزاكي هرب منه كانوا عارفين إن هو متخبي عندهم. وبتكمل الرسالة وبتقول للشرطة على نوع العربية اللي استخدموها وعن لونها كان رمادي، وقالوا لهم على المكان اللي كانوا بيشتروا منه الأكل بتاعهم في خلال الفترة دي. ونص الرسالة بيكمل وبيقول: إذا ما قدرتوش تقبضوا علينا بعد كل المعلومات دي فأنتم مجرد لصوص بيسرقوا فلوس المواطنين. هل يجب علينا أن نختطف رئيس الشرطة الإدارية نفسه؟ وعلى مدار الفترة اللي بعد كده كانت العصابة بتبعت رسائل بشكل مستمر، وكانوا بيعرفوا يجذبوا انتباه الجمهور ويستغلوا وسائل الإعلام بشكل جيد عشان ينشروا تهديداتهم والجرائم بتاعتهم بشكل واسع في اليابان كلها. وفي الوقت ده اتصفت أفعالهم بما يسمى بجريمة المسرح، وفي كل رسالة كانوا بيدوا الشرطة دليل جديد عشان يساعدوهم، زي البوابة اللي دخلوا منها مخزن جليكو وحرقوه، أو نوع الآلة الكاتبة اللي بيكتبوا عليه الرسايل. ولكن مفيش أي حاجة من الدلائل دي ساعدت الشرطة للوصول لهويتهم الحقيقية. أما بالنسبة لكل الأدلة اللي الشرطة لقيتها في موقع الجريمة، كانت الأدلة دي يا إما اتسرقت أو كانت منتجات أنتجت بكميات كبيرة، وده كان يعني إن البحث عن العصابة كان مستحيل. ولكن الدليل الوحيد اللي الشرطة قدرت توصله كان من خلال الرسائل نفسها، وهي اللهجة اللي الرسائل مكتوبة بيها، واللي كانت بتشير إلى إن الكاتب كان من مدينة أوساكا نفسه بسبب لهجته. بس برضو النظرية اللغوية دي ما ساعدتش الشرطة في الوصول للجناه. وفي شهر يونيو بدأت العصابة تشارك رسائلهم باسم جديد، وهو الوحش ذو 21 وجه، واللي كان اسمه مستوحى من قصة للكاتب الياباني إدواجو رامبو، واللي كانت بعنوان رجل الغموض ذو 20 وجه، واللي اتنشرت في سنة 1936. قصة رجل الغموض ذو 20 وجه هي قصة عن لص محترف بينشر الأخبار كل يوم وبيتميز بالتنكر والتمويه لدرجة إنه بيقدر يشبه أي حد. وفي جزء من القصة نقدر نلاقي وصف مشابه للعصابة، واللي بيقول إن لحد دلوقتي مهما الشرطة تم استدعائها فهما ما قدروش يوقفوا العصابة الرهيبة، وإن العصابة دي عندها خاصية غريبة، وهي إن هما لما بيحطوا هدف معين قدامهم بيبعتوا رسالة تحذيرية، واللي بتعلن عن نواياهم وبتحدد التاريخ والمكان والهدف من الجريمة المخططة. وبالرغم من كل ده فمحدش بيقدر يوقفهم، وعلى الرغم من إن هما مجرمين فهم ما بيرضوش يدخلوا في معركة غير عادلة، أو إن هما كانوا بيحبوا يبينوا إن بالرغم من كل الاحتياطات اللي الشرطة بتاخدها بسبب رسايلهم إلا إن هما بيقدروا يقوموا بالجريمة بسبب مهارتهم العالية. وفي شهر سبتمبر من سنة 1984 استلمت شركة موريناجا المختصة بصناعة الحلويات في اليابان، ودي شركة مختلفة عن الشركة الأولانية، رسائل ابتزاز من العصابة، واللي طلبوا فيها مبلغ 410 ألف دولار مقابل عدم تسميم العصابة للحلويات اللي بينتجوها. الشرطة بعد كده قالوا إن شركة موريناجا ما دفعتش المبلغ. وبعدها وفي يوم 8 أكتوبر استلمت الصحف اليابانية رسالة مكتوبة من العصابة، واللي كانت بتقول: لكل أم في اليابان، فصل الخريف هو وقت الحلويات اللذيذة، ولما تحبي تجيبي حلوى مهما تقولي لازم تكون من شركة موريناجا. واحنا السنة دي ضفنا لهم طعم جديد، طعم السيانايد. طعم السيانايد بيكون مر بس مش هيسيب تسوس للأسنان، وده سبب أكتر إن يخليكي تشتريها لأطفالك. وعشان محدش يقول إننا مش بنحترم حياة الناس فاحنا حاطين إعلان على كل علبة حلوى فيها سيانايد وكاتبين عليها إن هي فيها سم. واحنا شحنا 20 صندوق في محلات مختلفة في مدينة طوكيو. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-ку-ку-ку-ку?
في نفس اليوم ده الشرطة لقوا في المحلات الحلويات بتاعت شركة موريناجا، وقدام كل علبة إعلان مكتوب عليه إن الحلوى بتحتوي على السم. وتم تحليل 18 علبة. واحدة من العلب دي لقوها في سوبر ماركت على بعد كيلومترات قليلة من بيت كاتسوهيزا إيزاكي صاحب شركة جليكو اللي اتخطف. وبعد ظهور نتائج التحليل ملقوش غير إن علبة واحدة بس من الحلويات هي اللي كان فيها كمية سيانايد كافية إنها تقتل شخص. وبسبب التحذيرات فمفيش أي حد كل من الحلوى الملوثة. ومع ذلك الرسالة التحذيرية من العصابة قالوا إن المرة الجاية هيحطوا 30 علبة ومش هيحطوا عليها تحذيرات. خلال الأسبوعين اللي بعد كده كان في حوالي 40,000 ضابط ياباني اتمركزوا حوالين محلات البقالة في جميع أنحاء البلد، ولكنهم مقدروش يلاقوا أي حاجة جديدة. ولحسن الحظ كان واضح إن المجموعة ما قامتش بتنفيذ تهديدها الأخير. ولكن مع مراجعة الشرطة لفيديوهات المراقبة لاحظوا إن في تاريخ 7 أكتوبر وفي واحد من المحلات لقوا شخص مريب لابس نظارات وقبعة بيسبول وكان شعره مجعد. ولاحظوا إن هو راح وحط حاجة عند رف من الحلويات اللي بتنتجها شركة موريناجا، ولكن للأسف الكاميرا كانت سيئة والإضاءة ضعيفة. الشرطة بسرعة طلعت تحذير وبعتت صورة الراجل ده للصحف عشان يحذروا الناس، ولكنهم ما قدروش يلاقوه. وفي شهر مارس سنة 1985 واللي كان بعد سنة من عملية اختطاف إيزاكي، العصابة المعروفة باسم الوحش ذو 21 وجه كانوا بيحاولوا يبتزوا 31 شركة للأغذية والحلويات في اليابان. ولحد دلوقتي الشرطة ما كانوش قادرين يقبضوا عليهم ولا عارفين يحلوا القضية. وفي بعض الأحيان كانت الشركات بتدفع مبلغ الفدية اللي هما بيطلبوه، ولكن العصابة كانوا بيرفضوا ياخدوا الفلوس في الآخر، لأنهم طبعا كانوا متأكدين إن الشرطة هيكونوا في مكان التسليم. وفي واحدة من المرات العصابة بعتوا رسالة لشركة جليكو وقالوا لهم إن هم ينتظروا مكالمة تليفون منهم في واحدة من محطات الشاحنات عشان يتفقوا على الفدية. ولكن بدل ما ممثلين الشركة يروحوا، الشرطة بعتت ضباط بملابس متخفية كأنهم ممثلين للشركة. وبعد انتظار طويل المكالمة ما جاتش، لكن في الرسالة اللي بعدها من العصابة قالوا فيها: فكرتوا إنكم ممكن تخدعونا وإنتوا لابسين بدالكم الزرقاء اللي شبه رجال الشرفاء وبتمثلوا إنكم موظفين، بس إحنا قدرنا نعرفكم بسرعة بسبب نظرات عيونكم المتوترة. وعلى مدار السنة ونص اللي بعد كده كان من الواضح دايما إن العصابة متقدمة بخطوات كتير عن الشرطة. وفي يوم 12 أغسطس سنة 1985 واللي كان بعد سنة ونص من عملية اختطاف إيزاكي، أعلنت العصابة إن هم هيوقفوا ابتزازهم للشركات. ووفقا لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية فهم قالوا إن السلطات اليابانية في الوقت ده جالهم أكتر من 28 ألف دليل، واستخدموا أكتر من 130 ألف ضابط شرطة مع كومة من الرسايل وقائمة من الجرائم خلت الشرطة في منظر مش كويس قدام العالم. ولأن لحد دلوقتي محدش يعرف هوية العصابة ولا ليه هم عملوا كده، فكل اللي عندنا هي نظريات. أول نظرية بتقول إن العصابة كان عمل داخلي من الشركات، وإن كاتسوهيسا إيزاكي كان شريك في الجريمة من البداية. كانت النظرية دي شائعة جدا في بداية الموجة الإجرامية للعصابة، وواضح إن هي بتستمد بشكل رئيسي من عدم تصديق الناس إن إيزاكي قدر يهرب من العصابة بالسهولة دي، ولكن ما كانش فيه أي دليل فعلي لدعم النظرية. ولكن بعض الناس كانوا شايفين إن غريب إن حلوى شركة موريناجا اتسممت بالفعل، بينما حلوى شركة جليكو اتهددوا بس بدون أي أفعال. ولكن اللي بيرفض النظرية دي إن حتى شركة جليكو اتأثروا جدا بالموضوع ده، حتى لو ما كانش فيه أي سم في منتجاتهم، ولكن مجرد التهديد ضرب مبيعاتهم جدا. وفي أكتر من مرة الشركة سحبت كل حلوياتها من السوق، واللي خلاهم يوقفوا الإنتاج مؤقتا ورفدوا أكتر من تلت موظفيهم. النظرية التانية بتقول إن العصابة كانوا بيدوروا على الانتقام من الشركات الأغذية اليابانية، وده لأن قبل حوالي 30 سنة من أول رسالة من العصابة، وتحديدا في منتصف سنة 1955
واحدة من المنتجات بتاعت شركة موريناجا وجد فيها مادة الزئبق السامة بطريق الخطأ. وفي شهر يونيو سنة 1956 كان أكتر من 12 طفل اتصاب وتوفى حوالي 130. وبعد الحادثة البشعة دي شركة موريناجا وصلت لاتفاق مع عائلات الأطفال المتضررين وعوضوهم. ولكن في سنة 1969 كان في تقرير ظهر إن الناجين من الحادثة دي مازالوا بيعانوا من أمراض ذات صلة بالموضوع. وبعد مرور السنين ولما العصابة بدأت الحملة بتاعتهم، من المفترض إن ضحايا الحادث كان سنهم بقى حوالي 30 سنة، ومن الممكن إن هم يكونوا هم اللي انتقموا من الشركات دي. ولكن النظرية دي مش بتفسر ليه العصابة هاجموا باقي الشركات ومش مجرد شركة موريناجا بس. النظرية التالتة والأخيرة بتقول إن في راجل اسمه ماناباو ميازاكي هو اللي اتورط في الأحداث دي، لأن في شهر نوفمبر سنة 1984 وبعد ما تم تسميم الحلويات بالسيانايد وبدأت العصابة تعلن عن نواياها الجديدة، فتم تحويل 100 مليون ين لمجموعة من المجرمين في مدينة كيوتو. والشرطة قالوا إن هم لما كانوا بيراقبوا نقطة التسليم لاحظوا راجل مشبوه، ولما حاولوا يطاردوه قدر يهرب منهم بسهولة. وبعدها قدرت الشرطة إن هم يلاقوا العربية المسروقة اللي كان بيسوقها، واللي كان فيها جهاز ماسح للشرطة واللي بيحدد مواقع دوريات الشرطة. وفي شهر يناير السلطات أصدرت رسم للراجل المشتبه فيه، واللي وصل بيهم لتحديد هويته، واللي كان اسمه ماناباو ميازاكي. وكان من الواضح إن الرسم كان دقيق لدرجة إن حتى والدة ميازاكي صدقت إن الرسم ده شبه ابنها، ووالدته بالمناسبة كانت من مدينة أوساكا. كان ميازاكي الابن الأكبر لزعيم عصابة الياكوزا، مجرم معروف، وكان نظم قبل كده أعمال كتير ضد الشرطة في الجامعة، وتم القبض عليه أكتر من مرة. وعلى الرغم من إنه كان واضح في الوقت ده إن الشرطة حصلت على فرصة لإنهاء القضية، إلا إن هما ما وجهوش أي اتهامات ضد ميازاكي، وده لأن غالبا ميازاكي كان عنده دليل جازم على عدم تورطه في القضية، وملقوش أي دليل صلب يقدروا يربطوه بيه. فيما بعد وعلى مدار السنين ميازاكي كتب مذكرات تفصيلية عن حياته الإجرامية، وتم إصدار الكتاب ده بعد انتهاء فترة النقد الخاصة بقضية الوحش ذو 21 وجه، واللي بعدها الشرطة وهيئة القضاء في اليابان ما يقدروش يحاكموا أي حد من العصابة بسبب انتهاء فترة القضية. وعلى الرغم من إن ميازاكي كان اعترف بجرائم كتيرة في الكتاب ده، إلا إن هو ما قالش أي حاجة عن تورطه في قضية العصابة. ولو هو ما كانش خد في الوقت ده 100 مليون ين، فعلى الأقل حصل على مبيعات ضخمة لكتابه. وفي نهاية القضية وبعد سنة من اختطاف كاتسوهيسا إيزاكي لأول مرة، وزارة الزراعة اليابانية قالوا في تقرير ليهم إن استهلاك الحلويات في جميع أنحاء اليابان انخفض بنسبة 10%. وعانت شركة إيزاكي جليكو وموريناجا من خسائر كبيرة في المبيعات، وفي حالة شركة موريناجا الخسائر دي وصلت لأكتر من 60%. وفي النهاية نجح الوحش ذو 21 وجه في الهروب من العدالة، وحتى بعد انتهاء فترة النقد في القضية وانتهاء صلاحية القضية محدش خرج ليعترف بالجريمة. ولحد ما حد يظهر ويعلن مسؤوليته عن الجرائم دي، فهنظل ما نعرفش هوية الوحش ذو 21 وجه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.